ما تيجي اقولك كلام مهم هيفرق معاكي جدا في حياتك كلها. مستنية مثلا ان في يوم من الايام اهلك ممكن يحسوا بيكي، ولا امك مثلا تبطل تقارنك بصاحبتك ولا بصحباتك ولا ببنات خالتك، ولا ان ابوكي مثلا يبقى حنين عليكي شوية ويبطل يزعقلك في الرايحة والجاية على كل حاجة صغيرة وكبيرة، ولا ان اخوكي مثلا يحاول يعاملك شوية احسن من كده ويبطل يقلل منك لمجرد ان انتي بنت وهو ولد، ولا مستنية الناس تبطل تحكم عليكي بشكلك وتحكم عليكي بحاجات تانية غير مظهرك وانتي حلوة ولا وحشة ولا فيكي ايه، ولا مستنية مثلا ان صحابك يبطلوا يبقوا بتوع مصلحتهم ويجولك بس لما يكونوا محتاجين منك حاجة، اما لما انتي تحتاجيهم وتعوزيهم ما تلاقيش حد فيهم، اصل كل واحد عنده اللي مكفيه. ده ما حصلش، ولو كل اللي احنا مستنيينه ده ما جاش هنفضل مستنيين لحد امتى؟ طيب هتفضلي مستنية طول عمرك، ولا تفضلي حاسة ان انتي عمرك ما هتكوني كفاية، ولا هتفضلي مستنية يمكن حد يجي في اخر لحظة ينقذك؟ بصي انا هكون واقعية معاكي، احنا في الحياة الواقعية مفيش حد هيجي ينقذك غيرك، يعني انت مش هتخرجي من الدايرة دي ولا من الحياة ده ولا دور الضحية ده غير لو انت قررتي انك تخرجي منه، لان انت اللي هتنقذي نفسك، مفيش بطل هيجي ينقذك ولا فارس الاحلام هيجي ينقذك زي ما انت متخيلة. مش معنى ان انت اتظلمتي طول حياتك او ان في حد كان سبب في ظلمك، سواء اهلك ابوكي امك اخواتك اي شخص غريب حتى، يبقى خلاص اكمل انا واظلم نفسي طول حياتي اللي جايه، وان المستقبلي قدامي كله انا هضيعه من ايدي لمجرد ان انا اتظلمت في وقت من الاوقات. واحنا صغيرين كلنا بنتظلم، بس لما بنكبر بنبتدي نختار هنفضل مظلومين ولا خلاص انا بطل الرواية هنا، ولا انا المظلوم والضحية الضعيفة. مش معنى ان محدش بيحتويكي وان محدش يحتواكي وان انتي محتاجة حاجات كتير عاطفيا انك خلاص تعيشي الفراغ وتسيبي نفسك للفراغ العاطفي وللتعب النفسي وتدوري على الحب في اي مكان حتى لو غلط، او تدخلي علاقات تكسرك اكتر بدل ما تبنيك. انتي مش محتاجة حد يقولك انتي تستحقي ايه، ولا انتي تستاهلي تعيشي ازاي ولا تعملي ايه ولا تاخدي ايه، ولا واحد يجي يقولك انا بحبك انتي تستحقي تعيشي الحياة الفلانية، لا اهلك بيظلموكي اهلك وحشين. انتي اللي تحددي ده لنفسك، وانتي اللي تبني مستقبلك، لان مستقبلك مش لعبة عشان تضيعيها وتستني حد هو يجي يبنيها او يكسرها. صدقيني الوقت اللي بيعدي مش هيرجع تاني، وترجعي تتمني لو بس رجعتي للسن اللي اخره 11 ده، 16 17 18 19 20 25 26 30، هتتمني ترجعي للسن ده تاني؟ احسن بكتير ما يبقى العمر عدى والوقت جري وانتي ايه ده، انا سبت كل الدنيا تتحكم في حياتي الا انا، كل حاجة كانت بتلعبني كده شبه الشطرنج بس انا كنتش موجودة، انا كنت رد فعل اصلي كنت ضحية. انا اسفة لو كلامي صعب شوية وجاي عليكي شوية، بس انا والله مش قصدي كده، انا بس بكلم نفسي زمان، فاهماني؟ ابدأي بخطوة حتى لو خطوة صغيرة، مش لازم نبدأ بخطوات كبيرة قوي، بس ممكن نبدأ بخطوات صغيرة، اي خطوات صغيرة قدامها تبقى خطوة كبيرة، احسن بكتير ما نفضل قاعدين مستنيين. المهم تكون في الاتجاه الصح، بطلي تقارني نفسك بالناس، ما تقارنيش نفسك بأي واحدة على وجه الأرض ولا أي حد ولا أي ناس ولا أي عيلة ولا أي بيت، محدش زي التاني. انت قارني نفسك دلوقتي بنفسك زمان، انت دلوقتي عاملة ازاي وزمان كنت عاملة ازاي، زمان كنت ضحية انت دلوقتي البطلة. اشتغل على نفسك، ابدأي اتعلمي حاجات جديدة، اعملي حاجات جديدة، خليكي طول الوقت مشغولة، طول اليوم انت عندك حاجات بتعمليها، انت مش فاضية، عشان انت تستحقي ان انت تختاري نفسك وبس.